أنا اسمي أسماء عبد الفتاح كامل، طبيبة مصرية. ببعت رسالتي للملك سلمان لأن أنت الراعي لينا ولازم نلجأ لك لو تعرضنا للظلم الشديد. أنا رحلتي بدأت إن أنا كنت في مجمع طبي في أم الساهج. يوم 1/10 بدأت عملي 2015 هناك. يوم 31/12 أنا تم تكريمي بشهادة تكريم ومتصورة في جريدة الشرق لثناء المرضى عليا، ولاني انا قمت بمشروع بر الوالدين. كل بيت في ام الساهج وصفوة والقطيف وابو معن دخلت بيتهم وكشفت على ام او اب كبير فوق ال60 سنة. بعد تكريمي كفيلي مشى اخصائية الاطفال وطلب مني الاول شفوي ان انا اطلع عيادة الاطفال وامارس مهنة الاطفال، وانا ترخيصي المهني طب عام. رفضت. بعت لي رسالة وانا في الدوام ان اطلع عيادة الاطفال. واجهته، قال لي انا ممكن اجيب 7 GB وما اجيبش اطفال. بعدها منع دخولي المجمع ورفع بصمتي، ولجأت لمكتب عمل راس تنورة عشان زي اي طبيب اتعرض لظلم. بعدها راح قايل لي مش هشغلك في المملكة ولا في بلدك وهسجنك وهسحب ترخيصك. بعدها كملت في مكتب العمل، قالوا لي روحي لقيتي رافع بصمتك سيبيله الورقة وتعالي لنا تاني، وده اللي حصل. ومشيت طريقي عادي. بعدها اتحولت القضية للمحكمة الابتدائية بالدمام لوزارة العمل. في الفترة اللي هي الشهر بدأ انه اول رسائل استمالة انه انا بزود نسبة الدكاترة، وانه يبعت لي انه تعالي معايا الشيراتون او مطعم قريب سمك في صفوة عشان اعرفك ليه انا عايزك تمضي على الانذارات. 3 ورقات انذار لجأت بيهم للصحة عشان يحققوا فيهم، عشان لو انا مخطئة اتعاقب ولو ليا حق اخده. بعدها راح قال لي في التليفون مباشرة انا هشد جوزك. ولما اغلقت السكة في وجهه بعت لي وردة على البيت يقول لي اتمنى لك حياة سعيدة. بعدها لجأت لما جات لنا رسالة تهديد الساعة 2 بالليل انه لو ما مضيتيش الانذارات انا هبدأ اتصرف. تاني يوم فعلا لقينا ضابط من شرطة صفوة بيكلم زوجي وبيقول له كفيل مراتك مقدم عليك بلاغ، وبيقول له تعالالي. والدي في مصر وجهني وقال لي روحي على اقرب اسم لكم واطلبوا الحماية وقولي له كل حاجة حصلت. ورحت فعلا اسم صفوة وقال لي انا مش هقدر اعمل في الضابط محضر لانه مديري. قلت له انا بحترم اداب المهنة حضرتك. قال لي انا اقدر اعمل في كفيلك، وشاف الرسايل وفرخها وقال لي دي قضية شرعية ما ينفعش الكفيل يقول لمكفولته تعالي معايا الشيراتون او مطعم سمك في صفوة. وبعدها اتعمل محضر رقمه 380 في شرطة صفوة. بعدها نام المحضر وما تحولش للنيابة. لجأت اللي هو المنطقة الشرقية عشان بس يحمينا لانه طردنا من سكنه واضطرينا ناخد شقة مفروشة في الخبر. بعدها اتحرك المحضر لهيئة التحقيق والادعاء في القطيف واستدعوني ورحت. كل الكلام كان شفوي بدون تسجيل اي كلام رسمي. اول حاجة قالها لي المحضر مش كامل وانا هرجع المحضر الاسم تاني عشان ما جابوش المتهم. قلت له لا حضرتك جابوه قدام مني وواجهوه بيا وقالوا انه ده لا يصلح يكون كفيل وان دي قضية شرعية. قال لي طيب كفيلك مسافر. قلت له انا طالبة بس تعهد عليه بعدم التعرض واخد اغراضي من سكنه لانه طردنا. بعدها لما قال لي خلاص وامشي قلت له لا انا والدي قايل لي لازم اكتب في اوراق رسميه ان انا استجبت لدعوتكم وجيت. فراح متصل بالتليفون معرفش اتصل على مين ورجع قال لي كفيلك هنجيبه، عندك استعداد تواجهيه؟ قلت له عندي استعداد اواجه الجن الازرق في الحق. فعلا جابه. وبعد ساعتين راحوا مناديني عشان يقول لي قدام الساحه اللي بره قدام الناس المسجونين تعالي روحي خدي اغراضك. اقول له بعد اذنك امضي عليه تعهد بعدم التعرض لان انا عرفت قبل كده انه ضرب زميل لينا بالقلم على وشه دكتور وراح ملبسه قضيه سرقه. لما راح يجيب اغراضه قال لي احنا ما عندناش تعهد. قلت له طب بعد اذنك قضيتي امتى هتتحول للمحكمه؟ قال لي ان شاء الله مش هتتحول. ورجعت وانا مكسوره ورحت على الاماره وقدمت معروف وبعدها المعروف اتقفل ومعرفتش عنه حاجه. في المحكمه الابتدائيه اخر حاجه كفيلي كان عايز يجيبني يوم الخميس. الوكيل الشرعي اتصل عليا وقال ان انا موظف في مكتب العمل وتعالي عشان ننقل لك كفاله.
اقول له حضرتك مش موظف في مكتب العمل، راح مخلي سكرتير رئيس المحكمه الابتدائيه يقول لي تعالي انت ميعادك اليوم، وانا كنت بسجل ان موبايلي بيسجل المكالمات اللي بتجيلي. لما لجأت لرئيس المحكمه الابتدائيه احكي له اللي حصل واسمعه التسجيل، قال له انت ازاي تنتحل صفه موظف في مكتب العمل؟ راح مطلع له ورقه بامضه رئيس المحكمه من موقع وزاره العمل بالموعد اللي هو كان عايز يجيبني فيه. قال له انت ازاي تزور امضتي؟ وراح كاتب في محضر الجلسه انه انتحل صفه موظف في مكتب العمل. وبعدها مرضيش الوكيل الشرعي يمضي، قال له امشي اطلع بره، وقال لي ايه طلباتك؟ وجاب سكرتيره قدام مني اللي ساعده في ده ونهره قدامي، لدرجه ان انا قلت له يمكن حضرتك السكرتير استغلوا طيبته. بعدها طلع لي قرار اليوم بخروج نهائي وكمان التذكره عليا، عشان انا مش راضيه بالظلم، عشان بقعد اسال هو ايه علاقه ضابط الشرطه بينا؟ ليه يحصل معايا كده في هيئه التحقيق والادعاء؟ ليه كفيلي لغايه دلوقتي ما بيتعاقبش؟ ليه ما يبقاش معايا اقامه وباسبور اللي محتاجزهم من يوم 24/6 وانا ماشيه من غير اقامه؟ لعلم معاليك انا دلوقتي يوم وهتوجه للرياض واتوجه لكل القنوات الرسميه اللي اقدر اقدم فيها مظلمتي ويتحقق فيها بما يرضي الله، ولو انا مخطئه اتعاقب، لو ليا حق اقف جنبي ان انا اخد حقي بما يرضي الله وبما يرضيك. شكرا.